لك أن تتخيل إن كازوزة سبيروسباتس المصرية أو سباتس دبانة زي ما المصريين كانوا مسمينها زمان كانت المنافس الأقوى لكوكاكولا وعاملة لهم رعب في القرن العشرين. طب يعني إيه كازوزة أصلاً ومين سبيروسباتس وليه بيقولوا عليها دبانة؟ خلونا نحكي من الأول. سباتس يبقى أول مشروب غازي مصري طلع للنور أول مرة سنة 1909 على إيد الخواجة نيكولاس باتس. كان عنده معمل صغير كده في اسكندرية وبعدين نقل المعمل ده رمسيس وقرر يخترع مشروب غازي زي اللي بيشوفه بيتعمل بره مصر، فقام عامل ليمونادا سباتس لغاية ما جه ابن أخو نيكولا سبيروسباتس يوناني الأصل، وهو 15 سنة نزل على مصر علشان يدرس ومعاها كان بيشتغل مع عمه في المعمل. وبعد ما بيخلص دراسته قرر يكمل مسيرة عمه وفتح مصنع سنة 1920 وعمل مع طعم الليمونادة طعم التفاح الأحمر، وأما غير اسم المشروب وخلاه سبيروسباتس. وبالوقت بدأت سباتس تنتشر في كل مكان لدرجة إن هي كانت المنافس القوي لكوكاكولا العالمية. فده يشجع عمنا سباتس إنه يعمل حركة جريئة ويبدأ يخترع أطعمة مش هتيجي في بال أي حد ويشوف إذا كانت هتعجب الناس ولا لأ. فقام عامل مرة رمان ومرة جنزبيل ومرة جريب فروت، لكن الثابت معاه كان الليمون والتفاح الأحمر، لغاية ما وصلت سباتس إنها تبقى المشروب الرسمي لولاد الزوات والقصور الملكية، لدرجة إن الملك فاروق الأول كان مبسوط بيها وبيدعمها وبيعتبرها مشروب بيعبر عن مصر وثقافتها. ومش بس كده، ده كمان سبيروسباتس خد المركز الأول سنة 1941 في المعرض النوعي للصناعات وسلموا الجايزة الملك فاروق شخصياً. وقتها سباتس كان بينافسها حوالي 56 مصنع، وفضلت سباتس على حالها لغاية سنة 1998 لما قرر عطوان بخيت صاحب شركة سابسا للمشروبات الغازية إنه يشتري شركة سبيروسباتس بشرط إن المنتج يفضل زي ما هو وعليه نفس الاسم. وفعلا فضلت سباتس في السوق لغاية سنة 2014، لكن طبعا بسبب الانفتاح والماركات العالمية اللي دخلت مصر المنافسة بقت مستحيلة وبدأ الطلب عليها يقل والناس شبه نسيت إن في منتج اسمه سبيروسباتس، فأصحاب المصنع قرروا يقفلوه علشان يحافظوا على تاريخ الشركة. لغاية ما جت سنة 2019 وفجأة من اللا شيء الناس بترجع لها الذاكرة وبدأت تسأل هي سباتس فين؟ ومن كتر الأسئلة والناس اللي اتكلمت في الموضوع قرروا أحفاد عطوان مينا ومرقس ويوسف إنهم يفتحوا المصنع من تاني ويرجعوا المنتج اللي الشعب المصري كله مرتبط بيه. طب برضو ايه كازوزة دي اللي احنا عمالين نقولها؟ هي تبان انها كلمة ليها علاقة بالمشروبات الكحولية، بس كازوزة دي تحريف مصري 100%. هي في الأصل بتتقال غازوزة جاية من المياه الغازية، لكن احنا استسهلنا وخليناها كازوزة. طب والدبانة؟ هقولك يا سيدي، عمنا سبيروسباتس زي ما قلنا كان يوناني وكان من جزيرة مشهورة بمناحل العسل، فلما جه يعمل الديزاين طبيعي أول حاجة فكر فيها للوجو كانت النحلة، فاللي على الإزازة دي نحلة مش دبانة. بس احنا كمصريين محدش يفرض علينا حاجة، احنا اللي بنفرض آرائنا وثقافتنا على الناس، فروحنا مسمينها سباتس دبانة. سبيروسباتس اللي عمرها أكتر من 100 سنة رجعت تاني للسوق المصري وبقوة وبقى يعرفها ابن امبارح، ودي حاجة كويسة. لكن الأهم من كده إن تشجيع المنتجات المصرية تبقى حاجة عادية وتحصل في أي وقت، مش مجرد هوجة طالعة وهتختفي مع الوقت.